كان يا مكان في قديم الزمان، أيام ما كانش فيه لا تكنولوجيا ولا سوشيال ميديا ولا حتى كلمات البشر. كان في إنسان بدائي جميل اسمه سعيدو. سعيدو ده كان مبسوط في حياته وفرحان، لحد ما في مرة وهو قاعد في الكهف كده ولامم صحابه حوالينه وبيفرجهم اكتشافه للنار، وفرحانين ومبسوطين بالنار وهي بتطلع، قامت شبكت في ورق الشجر اللي كان حواليهم وولعت في الكهف مرة واحدة، وجاله صدمة نفسية من بعدها. بعدين مرت الأيام تاني، وفي يوم وهو ماشي في الغابة لقى غزالة كبيرة جدا واصطادها، وكان فرحان جدا جدا وهو راجع للبيت ومعاه وليمة كبيرة هتكفيهم لمدة طويلة جدا. وهو راجع للبيت طلع له أسد في الطريق وكل منه الغزالة، فزعل وجاله اكتئاب نفسي كمان بعدها. لحد ما قاعد في مرة كده مع نفسه قال أنا كل ما بعمل حاجة حلوة وبفرح يحصل لي مصيبة بعدها. أكيد المشكلة مش فيا أنا، أكيد المشكلة في السعادة نفسها. واستنتج إن السعادة هي الخطر. تناقلت الفكرة عبر الأجيال لحد ما وصلت لبيت العيلة اللي موجود فيه الحاج عبد الدايم كبير العيلة والحاجة سعاد مراته، وقاعدين في بيت العيلة وحواليهم عيالهم وأحفادهم وزوجاتهم وأطفالهم، والأطفال بتلعب وتفرح والناس بتتكلم وبتضحك ومبسوطين، لحد ما تيجي الحاجة سعاد مرة واحدة تحط إيديها على قلبها وتقول اللهم اجعله خير. يا ولاد انا قلبي مش مطمن، بعد الفرحه دي والسعاده دي اكيد هيحصل لنا حاجه وحشه. ولسوء الحظ ان في نفس القعده تلاقي طفل من الاطفال دماغه بتتفتح في طرف الترابيزه ويصر دم، وبيصدقوا الكلام بتاعها. وفي نفس القعده الحاج عبد الدايم يبارك لاحمد حفيده ابن منصور الكبير، عشان احمد اترقى وبقى مدير وفرحان ومبسوط كده وهو قاعد. بس طبعا يسيبه في حاله، لازم يديله واحده. بس خلي بالك يا احمد، اوعى تتغر، لازم تفضل دايما متواضع. ويخش الخوف لأحمد وما يعرفش يفرح بالترقية. وفي يوم من الأيام يرجع محمد لمراته إيمان وهو فرحان إنه اشترى عربية جديدة، وبيفرحها يقول لها مبروك يا حبيبتي احنا جبنا عربية جديدة. فهي تفرح وتنبسط وتقول الحمد لله هنروح في الأماكن اللي احنا عايزينها بقى براحتنا، وتزغرط كمان من الفرحة. فيقول لها خلي بالك بقى ما تفرحيش قوي كده عشان ما نحسدش ونحسد نفسنا. فيدخلوا الخوف لقلوبهم هما الاتنين ويضيعوا على نفسهم الفرحة. وفي الناحية التانية بترجع شهد من المدرسة لمامتها فرحانة عشان طلعت الأولى في الامتحان في الابتدائية، وفرحانة وطايرة من الفرحة يا ماما يا ماما أنا نجحت وطلعت الأولى. فمامتها تقول لها مبروك يا حبيبتي، بس طبعا اوعى الفرحة تنسيك إن انت تفضلي تكملي مذاكرة وتطلعي الأولى دايما في المدرسة. فيخش الضغط والخوف لبنتها ويضيع عليها فرحتها، وهتفضل طول حياتها ما تعرفش تفرح في أي إنجاز. وفي الناحية التانية مصطفى ابن الحاج عبد الدايم يكون قاعد مع صاحبه على القهوة، فصاحبه يسأله انت مالك يا مصطفى ليه دايما كده بحسك مهموم وحزين؟ ده انت حتى يا راجل قريب من ربنا. يقول له اه يا صاحبي هي دي المشكلة فعلا، انا بحس دايما ان انا مهموم وحزين، وان دايما مش عارف افرح، احس ان ربنا مش راضي عني او مش قريب من ربنا، لان الناس دايما بتقول ان الدنيا دي دار ابتلاء ودار اختبار، وان السعادة موجودة بس في الاخرة. يقول له ازاي بس يا عم، ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدق، يعني بينشر السعادة. دايما في دعائه ربنا يفضل يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. انت جبت الكلام ده منين يا راجل؟ لحد ما كل واحد قعد مع نفسه كده وقعد يفكر صحيح ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ازاي اكون قريب مع رب، ازاي اكون قريب من ربنا وفي نفس الوقت حزين ومهموم وخايف اضيع على نفسي ثواب الاخره؟ وازاي اكون فرحان ومبسوط ومضيع على نفسي الفرحه عشان خايف من الحسد؟ وازاي بنتي تكون فرحانه ومبسوطه فافضل اضغط عليها اكتر واكتر واضيع فرحتها؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد المشكله في سعيد والله يسامحه، له هو اللي نشر فكره ان السعاده هي الخطر. لكن الحقيقه ان السعاده جزء اساسي في حياتنا. السعاده لا تتعارض اطلاقا مع كنا قريبين من ربنا، لا تتعارض مع ان احنا نكون متواضعين، وان اكيد السعاده مش خطر.